الصحراوي وأيضا تشامبيونز ليج. فعلا جيان، اهلا بك واهلا بجميع المشاهدين الكرام. والبدايه ستكون بهذا العنوان من موقع جريده الاخبار: ملعبا القرقرات وبير القندوز بدايه لمشاريع رياضيه ضخمه بالاقاليم الجنوبيه. الموقع ذكر ان اطلاق الاشغال بالملعبين المذكورين ياتي في اطار مجموعه من المشاريع الرياضيه التي سترى النور بالصحراء المغربيه قريبا، والهدف من هذه المشاريع تسريع وتيره التنميه والتعريف بمؤهلات الاقاليم الجنوبيه للمملكه، وهو ما تطرق اليه كذلك موقع جريدة الأحداث المغربية الذي قال إن هذه المشاريع الرياضية تروم إلى تطوير ممارسة كرة القدم بجنوب المملكة والرفع من عدد ممارسي المستديرة ذكورا وإناثا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الفرق المحلية. إلى المشاركة القارية للأندية المغربية، حيث أطاح حامل لقب الوداد الرياضي بضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بهدف يتيم، إلا أن هذا الفوز لم يقنع الأنصار، وأسهم الانتقاد موجهة إلى المدرب التونسي مهدي النفطي، حيث قال موقع لوسيت أنفو إن نهج النفطي التقني يثير الغضب، وعلامة استفهام كثيرة تطرح حول مردود الفريق منذ قدوم المدرب التونسي. هذا المدرب لم يقنع مكونات النادي الأحمر، الشيء الذي دفع إدارة الوداد لفسخ تعاقدها معه، وهو ما كشف عنه موقع البطولة عشية هذا اليوم، حيث قال إن الوداد تعاقد رسميا مع الإسباني خوان كارلوس غاريدو خلفا للنفطي الذي تقلد المقاليد الفنية للوداد مطلع شهر يناير الماضي. غاريدو صاحب 53 سنة يعود إذن إلى البيت الودادي بعدما سبق وأن قضى به فترة قصيرة امتدت ل6 أشهر عام 2020. أما الممثل الآخر للكرة المغربية بعصبة الأبطال فواصل عروضه القوية. موقع السفير عنون ما قال له بنصر الرجاء يحلق عاليا في دوري أبطال إفريقيا بالعلامة الكاملة ويضيف حروية إلى لائحة ضحاياه. الرجاء فاز بثنائية بيضاء وعزز صدارته للمجموعة، فوز ثالث على التوالي وضع به الفريق الأخضر قدما أولى بمحطة الربع.